تريد قصة تعيشك جو الرعب وتخليك تعيش أحداثها وكأنه صارت وياك؟ لأن أحداث هاي القصة راح تخليك تحس إنه أنت قاعد تشاهد فيلم رعب سينمائي وتخليك تنسجم بالقصة. فإذا كان قلبك قوي وحاب تعيش جو الرعب فشوف هاي القصة للأخير. بس قبل لا نبدي، إذا حاب تدعمني فتقدر تخلي لي لايك وتعليق حلو من عندك وتتابع هاي القصة للأخير. فهذا الدعم البسيط من عندك راح يعطيني حافز ويخليني أستمر وأنزل مقاطع أكثر. وإذا تريد توصل ليفل ماكس بالدعم فكل اللي عليك هو أن تشارك هذا الفيديو لأصدقائك، وخاصة ذول اللي يحبون الرعب والاكشن. وبس هسه اجيب لك شي تاكله والشربه وخلينا ندخل بالقصه. طبعا بالبدايه راح اسولف القصه كانه صارت وياي. انا اسمي حسن وعمري 23 سنه، درست وتخرجت من الجامعه وحالي حال الشباب طبعا نكمل دراسه ونتعب ونتخرج وما نلقى وظيفه، فاضطريت انه اعتمد على نفسي واشتغل حتى اقدر اعيش بهذا العالم. فبعد محاولات هوايه وتفكير قررت انه افتح محل موبايلات، وفعلا فتحت هذا المحل وكان يعني مو كلش كبير، محل على قد الحال. فكانت مساحه المحل هي 4 امتار ارض و4 امتار طول، وكنت اللي احصله من هذا المحل يعني مو ذاك المبلغ الكبير، بس يعني امشي حالي. وكان اكثر اعتمادي على الناس اللي تبيع موبايلاتها المستعمله، فاشتريها من عندهم بسعر رخيص وابيعها بسعر غالي. فكانت اكثر عيشتي على هاي السوالف، على الناس يعني اللي يبيعون موبايلاتهم وانا اشتريها وابيعها بسعر غالي. فكان اكو شخص دائما يتردد علي ويبيع لي موبايلات وكان اسمه علي، بس هذا البشر انا جدا اكرهه وما اطيقه. خل اسولف لكم عن هذا علي اللي انا جدا اكرهه وما اطيقه. هذا علي يشتغل موظف في جمعية الهلال الأحمر، وتحديدا كان شغله هو سائق سيارة إسعاف. فكان هذا علي يستغل هذا عمله حتى يبوق من الناس. بس تقولون شلون؟ كان علي من يجي اتصال انه اكو شخص مصاب او صار حادث معين، كان من يروح الموقع الحادث ما يسعف المصاب، كان اول ما يوصل يدور على ممتلكات هذا المصاب، يعني من موبايل او جنطة اذا كانت مرة، فاذا حصل جنطة وبيها فلوس ياخذها إله، واذا حصل موبايل يجيب لي اياه ويبيعه علي وحتى يحصل عليه مبلغ بسيط. وكنت من اسئله انه انت ليش هيك تسوي؟ فيقول لي احسن ما يجي واحد غيري وياخذهن، فاخذهن انا واستفاد بهن احسن ما ياخذهن غيري. اكيد هسه انتم عرفتوا ليش انا اكره هذا البشر. بس تردون الصراحه انا كنت يعني افرح من يجيب لي موبايلات، لان استرزق بهن اشتريهم بسعر رخيص وبيعهم بسعر غالي. فاقول ان الله يهديك يا علي والله يرزقني، وهاي هي الحياه. المهم فبيوم من الايام اجانا علي وجاب لي موبايل كالعاده، بس هاي المره قال لي انه هذا الموبايل مال مره، وهاي المره لقاها ميته بموقع الحادث. وكان علي فرحان ويقول لي انه بعد لقيت جنطه وبيها مبلغ محترم، ويقول لي بعد انه لقيت ورقه ممزوقه من تقويم قديم، وتاريخ هذا التقويم هو قبل 14 سنه. وكان هو متعجب يقول يعني ورقه صار لها 14 سنه ممزوقه من تقويم وبعدها هي جديده وكانه استوى ممزوقه. وكانت اكو حكمه مكتوبه بنهايه الورقه، وهي مكتوب انه راس الحكمه هي مخافه الله. المهم فاثناء ما دا اسولف ويا علي دخل علينا زبون للمحل، فصار علي يستعجلني حتى اعطيه المبلغ مال الموبايل وحتى يروح، فاعطيته فلوسه مباشره راح. فاخذت الموبايل مال هاي المره الميته وخليته بالميز مال العرض مال الموبايلات. وبعدها صارت الساعه 11 بالليل وعزلت المحل. وكالعاده كنت كل ما اشتري موبايل قديم اخذه وياي للبيت، كنت كلش استمتع من اتمدد على فراشي واقلب هذا الموبايل المستعمل اللي اشتريته. كنت اقلب بالرسائل والمحادثات والامور الشخصيه، وصراحه بيني وبينكم كنت كلش استمتع من اقرا الرسائل اللي صارت بين هذا الشخص بالموبايل وبين شخص ثاني. المهم فمن رجعت للبيت اكلت وكملت وتمددت على فراشي، وتذكرت ذاك الموبايل من هاي المره الميته. فصارت تجي افكار براسي انه هاي المره الميته يا هو اخر شخص راسلته او اتصلت به. فاخذت هذا الموبايل وشغلته، وبعدها دخلت على صندوق الرسائل. فمن دخلت للرسائل لقيت رساله واحده، وكان مكتوب بهاي الرساله انه لن تصلي للبيت، وكان بعد رقم المرسل موجود. الحقيقه بوقتها صابني رعب، لان كان تاريخ هاي الرساله هو بنفس اليوم اللي ماتت فيه هاي المره. يعني هاي المره ماتت موتة عاديه او اغتيلت، يعني واحد قتلها. فظلت هواي افكر، وبعدها ظلت اقلب بالموبايل بس ما لقيت اي شيء. بس من دخلت على الرسائل المحفوظه لقيت هم رساله واحده، وكانت هاي الرساله مرسله من نفس الرقم، بس هاي المره كانت هاي الرساله شويه قديمه. وكانت هاي الرساله هي عباره عن دعوه لحفل زفاف، وكان بعد موجود العنوان اللي راح يصير بالعرس. بس الحقيقه كان هذا الموقع هو شويه بعيد، وكان خارج المدينه، وبالتحديد هي مدينه تقع جنوب الرياض. باليوم الثاني قررت انه استشير شخص انا كلش اثق به. الحقيقه كانت نيتي اني اروح على الجهات الامنيه اللي هم الشرطه وابلغهم الموضوع. فمن سولفت لصديقي وقلت له انه راح اسولف للشرطه، كان رد علي وقال لي ابد لا تجازف هاي المجازفه ولا تغامر، لان احتمال يلفقون التهمه عليك لان انت ماخذ موبايلها، واحتمال يعتقدون انه انت اصلا القاتل. الصراحه من سمعته ظليت صافن وقلت صحيح انا شلون ردت اجازف هاي المجازفه، شلون فاتتني وما فكرت بيها. فقررت بعدها انه راح ادور حل
هذا اللغز وحدي. فباليوم الثاني اخذت احد اصدقائي وانطلقنا للموقع اللي صارت به حفلة الزفاف، وما قلت الحقيقة لصديقي، بس قلت له انه اريد ان اروح نستكشف المكان اللي راح تصير به عرس احد اقاربنا، وكان هذا صديقي ما عنده لا شغله ولا عمله، فمباشرة راح وياي. بس شرط علي شرط وقال لي انه تشتري لي باكيت سجاير لين راح اروح انا وياك. قلت له اوكي تمام، وانطلقنا. المهم فانطلقنا وبعدها خرجنا من المدينة، والصراحة بيني وبينكم انه اول ما طلعنا من المدينة حسيت برعب، حسيت شعور غريب ويعني مريب، متحسن بخوف ما اعرف ليش، لان كانت المنطقة اللي خارج المدينة عبارة عن يعني مكان مهجور ما بي اي احد، يعني مكان مقطوع وما يوصل لاحد. فضلنا نتقدم اكثر واكثر، وصرت احس انه صديقي هم صار يخاف، فصار صديقي يمازحني ويقول لي يا مجنون اللي يسوي عرسه بهيج مكان، شنو العروس هي جنية؟ وبعد ما كمل جملته وبهاي الاثناء سمعنا صوت تكسر الجام الخلفي مال السيارة، مباشرة وقفنا. فمن وقفنا كنا كلش مرعوبين شنو اللي صار. فمن نزلنا من السيارة اكتشفنا انه اكو شجرة طاحت على السيارة بشكل غامض، فبعدها وخرنا الشجرة عن السيارة وكملنا مسيرنا. فضلنا نمشي، وبعدها لقيت قطعة مكتوب عليها بكلمات يعني ممسوحة وقديمة، بس جوا قريتها ومكتوب بها انه مزرعة مهجورة وما موجودة اي حياة بهاي المزرعة. فبعد ما عبرنا هاي القطعة لقيت صديقي قاعد يباوع على منطقة وكان كلش مرعوب وعيونه مفتوحات. كانت اكو نار بعيدة وقاعد تشتعل بنخل وبعدها تنطفي وتشتغل بمكان ثاني، يعني اكو نار تحرق نخلة وبعدها تنطفي وتشتغل بمكان ثاني وحدها. وبوقتها كلش خفنا وارتعبنا وظلينا نذكر الله، وبعدها واصلنا مسيرنا. فاثناء ما كنا نمشي مرينا على عمال كانوا موجودين على جانب الطريق، فوقفت السيارة حتى اروح انا اسالهم عن هاي المزرعة، وبقيت صديقي بالسيارة ورحت حتى اسالهم. فمن سالتهم عن المزرعة هاي فقالوا لي احنا ما نعرف عن هالشي، بس يعني نعرف انه بيها بيوت من الطين قديمة، ويقولون انه هاي البيوت اللي هي من الطين مسكونة ومهجورة قبل 14 سنة، وصاحبها اختفى بظروف غامضة وما حد يعرف وين راح. بس الصراحة أنا ما صدقت بكلامهم، لأن الناس أي شيء يحكوا يحبون يعني يكبرون الموضوع، يحبون الإثارة ويظلون يكملون من عندهم وما يحكوا الحقيقة. بس الغريب إنه هم قالوا إنه هاي البيوت مهجورة صار لها 14 سنة، وهذا الزمن هو نفس الزمن اللي كان موجود بورقة مال التقويم اللي لقاها عالية مع هاي المرة الميتة. كانت ورقة التقويم هم مكتوب عليها قبل 14 سنة. يعني شنو الموضوع؟ يعني هل مجرد هذا صدفة أو أكو شيء؟ فبعدها رجعت للسيارة مالتي، ومن رجعت هنا كانت الصدمة اللي راح توقف عقلي. لما رجعت للسيارة ما لقيت صديقي موجود بيها، وبوقتها بعد حتى ما أقدر أتنفس من الصدمة والخوف اللي مريت بيه. ولقيت بعد ان الباب اللي بجهة الراكب كانت مفتوحة وصديقي ما موجود، وكانت كل شيء موجود بالسيارة، يعني الموبايل مع صديقي والجيجاي كانوا موجودات، بس صديقي ما له اي اثر. فاستجمعت قوتي وفكرت كنت احتمال انه هو راح يقضي حاجته بمكان معين، فقلت خل ادور بالمنطقة عسى ولعله القاه. فظلت اصيح بصوت عالي واصيح ناصر ناصر وينك ناصر وين رحت؟ بس ما كانت اكو اي فائدة. فركبت سيارتي وظليت ادور بالمنطقة القريبة، بس ما كانت اكو اي فائدة. فصرت شوية بعيد عن الموقع اللي كنا بيه، وبعدها فكرت قلت انا جد غبي، انا ليش ما دورت الاثار اللي من الباب؟ ليش ما تبعت الاثار اللي موجودة من الباب المفتوحة؟ وخصوصا كانت الارض هي طينية، يعني الاثار تبين بيها. فرجعت للموقع اللي اختفى بيه صديقي، والعجيب انه لقيت اثار مال شخص مسحول، يعني شخص صاحبي، وكان مسحوب الشخص بقوة بدون رضاته، يعني اكو شخص مجهول كمش صاحبي وظل يسحل بيه بالقاع. فظليت اتبع الاثار، وبعدها لقيت اثار مال رجلين، يعني شخص دايس بقوة على القاع، وكأنه هذا الشخص المجهول شال صاحبي وصار وزنه ثقيل وسبب هاي الاثار بالطين. ومبينه انه كانت اكو مقاومة بوقتها. فظليت اتبع هاي الاثار الى ان وصلت البئر قديم ومهجور. فظلت واقف وحاير، يعني معقولة صديقي طاح بالبئر؟ فظلت اتأمل بمكان وادور عن اثار، بس ماكو اي فائدة. كان المكان كلش اظلم وكلش مرعب، وتذكرت انه انا وحيد بهاي المنطقة. ووقتها اجاني شعور كلش غريب، كان شعور رعب، صابني شعور رعب شديد. وبسرعة رجعت لسيارتي وانطلقت بيها بسرعة جنونية، ورجعت من ما اجيت وكنت كلش ابكي ومنهار. ظليت الوم بروحي صديقي وين انا السبب كل هذا؟ اللعنة على ذاك الجوال وصاحبته وعلى السارق نفسه. وقلت خل اروح انا اخبر الشرطة، بس خفت قلت اذا لقوا صديقي مقتول من راح يتهموه؟ اكيد يعني راح يتهموني انا انه انا قتلته.
فظلت بوقتها ابكي بشدة وصابتني حالة اكتئاب وما اقدر ما اعرف شو اسوي. وبعدها قررت انه ارجع للرياض وادور على هذا اللص علي. بس شلون اندله؟ انا ما اعرف عنه اي شيء، بس اعرف انه هو يشتغل بجمعية الهلال الاحمر، وحتى اسمه ما اعرفه الكامل، اعرف بس اسمه علي. فظلت العن بروحي وقلت شنو صار بي لعنة الموتى بسبب يعني انه احنا اخذنا موبايل المرأة الميتة وما راعينا كرامة الموتى ورهبتهم. وحسيت بعدها انه الزمن توقف فجأة، امس كنت شخص يعني يعيش حياة طبيعية، وهسه انا عايش بدوامة قلق وغموض، فما ادري شنو اللي صار لي. صديقي ما ادري بيه هل هو عايش ام ميت، واهله يدرون بيه راح وياي لو ما يدرون. فصرت بوقتها كلش تائه وما اعرف شنو اسوي او وين اروحن. فبعدها قررت انه اروحن البيت صاحبي، لان اعرف انه والده هو رجل طيب وامام مسجد، ويمكن راح يقدر اللي راح اقوله. اكيد راح يعرف انه هاي الاحداث هي الها علاقة بظهور جن او شيء، وانا متأكد انه الجن الهم علاقة بالموضوع. وفعلا بعدها انطلقت البيت صديقي، ومن وصلت ظلت ادقن بالباب بس ماكو اي رد، وكان واضح يعني من الهدوء اللي بالبيت يعني انه ماكو احد بي طالعين. فرجعت بعدها لسيارتي وذبيت جسمي على كشن السيارة، ورجعت لحالة البكي واللي سيطرت علي مرة ثانية. غمضت عيوني وقررت انه انتظر قدام بيت صديقي، وظلت افكر واتذكر الاحداث اللي صارت بيني وبين ناصر صديقي اللي هو صديقي من الطفولة. كنا انا اصدقاء من كنا صغار، وكان هو شخص طبيعي وهادئ وانطوائي. كمل دراسته الثانوية وبعدها قعد بالبيت. كان شخص حماسي، وكان دائما يسولف لي عن امنيته بالهجرة الى الخارج، وكان بعد يحب القراءة وخصوصا الكتب الكبيرة، وكان يذب فلوسه كلها حتى يشتري هاي الكتب، وكان كلش متفوق. بس من كبر اختلف وهسه صار شخص يعني منحرف، ولدرجة انه حتى والدته صارت تدعي عليه بالهلاك. كان شخص عنيد ويكره اي واحد يعني يوجه له كلام او يقل على شغله، وكان حتى والده دائما يقول له انه انا ما راضي عليك. وفجأة لمحت اكو شخص اقترب من سيارتي، وما كنت اقدر اشوفه بشكل واضح لان كان الظلام مغطي المكان. فهذا الشخص وقف قدام سيارتي مباشرة، فبوقت الوجهه فسألني قال لي منو انت؟ فكان هذا الشخص هو والد صديقي، بس ما اعرف ليش ما قدرت اميز وجهه. وبعدها عرفني وقال لي عبد الرحمن وين ناصر؟ وسألني قال لي ناصر موجود بالبيت. فترددت بردي عليه، وهو همين لاحظ انه اني متلبك ومتردد، فرجع سألني قال لي ابني ناصر شنو اللي صار بيه؟ فقلت له ارجوك خلي نقعد انا وياك سوا واسولف لك. فلاحظ هو بكائي وحالتي اللي كانت يعني يرثى لها، فطلب مني ان نروح للبيت ونقعد بيه ونسولف.